السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه ابطال الثانوية العامة؟ النهاردة هنجاوب على سؤال حرفيا الدفعة كلها بتسأله: نعمل ايه لو ضايعين في انجليزي منهج الثانوية العامة؟ فهنعمل ايه لو احنا ضايعين في المنهج؟ انا عارفة ان الدفعة كلها ضايعة في المنهج يعتبر. فبإذن الله معاكم سلمى. انا طالبة في الثانوية العامة معاكم، يعني في اللي احنا فيه ده. ف ربنا كده يستر كده، وهقول لكم ايه على الطريقه اللي نلم بيها المنهج ان شاء الله بتاع الانجليزي. اول حاجه، هو الانجليزي عباره عن ايه؟ الانجليزي عندنا عباره عن كلمات وجرامر وسكيلز. تمام. طيب نبدا اول حاجه بالكلمات. الكلمات عندنا الكلمات العاديه والسينونيم والانتونيمز وحروف الجر والحاجات دي. طيب نعمل ايه في الكلمات بقى؟ انا هقول لكم الاول نعمل ايه في كل حاجه، بعد كده هقول لكم النظام. تمام. طيب نعمل ايه في الكلمات؟ الكلمات لو انت حد ابيض على الاخر، يعني خالص ما حفظش ولا كلمه من اول السنه، ممكن تحفظ لو عندك وقت والمقدره ان انت تحفظ من او انتوا تحفظوا من كتاب اول السنه، فتمام. ده لو حد ابيض خالص. انما حد حافظ حاجات وساب حاجات، حافظ بس نسى، ما كانش بيحفظ قد كده، كده الحاجات ديت، فلا احفظوا الحاجات اللي موجوده في كتاب المراجعه النهائيه. لو برضه حد ابيض خالص، يعني على الابيض خالص، ومفيش وقت ولا مقدره، وطبعا اصلا مفيش وقت الفتره ديت، بس مفيش مقدره مناهج كتير طبعا متراكمه، فاحفظوا من كتاب المراجعه النهائيه اهم الكلمات اللي في كتاب المراجعه النهائيه. تمام. ونحفظ ايه بقى؟ اهم حاجه السينونيم والانتونيم، مهمين جدا. يبقى نحفظ اهم الكلمات اللي موجوده في كتاب المراجعه النهائيه والسينونيم والانتونيمز. طيب الجرامر، نعمل ايه في الجرامر؟ الجرامر عندنا الكلمات مش محتاجه شرح، يعني الكلمات ما هي الا حفظ، فمحدش يروح يسمع شرح كلمات، يعني ملهاش لازمه. احفظ الكلمات حفظ وبصمجه. تمام. طيب الجرامر بقى لازم تشوف شرح للجرامر وتفهمه وتذاكره وتحل عليه بس، واللي انت بتذاكره بتلاقيه، يعني مفيهوش اي حاجه يعني جديده او غريبه. تمام. فاحنا محتاجين بس نسمع شرح جرامر، وانا هقول لكم نسمع مين في اخر الفيديو ان شاء الله. وهقول لكم على طريقه جميله جدا لحفظ الكلمات اسمها الفلاش كاردز، وهقول لكم نعملها ازاي بس في اخر الفيديو ان شاء الله. تمام. طيب نتكلم دلوقتي عن اهم حاجه واللي عليها درجات كبيره جدا، هي السكيلز. طيب السكيلز عباره عن ايه؟ عباره عن علامات الترقيم، القصه، المقالي اللي هو الباراجراف، والترجمه، والقطعه. ونخلي بالنا ان احنا عندنا 2 قطع، في الامتحان. تمام. طيب الحاجات ديت في فيديوهات كتير جدا مجانيه على اليوتيوب، وانا هرشح لكم في اخر الفيديو على مدرسين بيعملوا مراجعه نهائيه مجانيه تماما على اليوتيوب. للي حابب يراجع، مش يراجع، لو حتى ضايع في الانجليزي اسمع مراجعه نهائيه، لان انت مش مضطر تسمع شرح اول السنه. تمام. هتلاقي مراجعه نهائيه لما كل حاجه، وهقول لكم على المدرسين دول ممتازين بصراحه. فاحنا هنشوف فيديوهات للحاجات دي كلها، وخلي بالنا ان القصه ما هي الا القطعه. اولا ما هي الا ان احنا نشوف لنا فيديو ازاي نحل القطعه ونتدرب عليها، وكذلك الترجمه والمقال والباراجراف برضو نشوف لنا فيديو، ونحاول كل كام يعني بعد مثلا كل 3 يونت نكتب لنا باراجراف. تمام. والقصه ما هي الا ان احنا نفهم الاحداث، ونشوف الاسئله بتيجي عامله ازاي، ونركز على الاسئله النقديه ونبصمجها بس يعتبر، ونحفظ الكلمات بتاعه القصه مهمه. تمام. ده السكيلز. طيب النظام بقى عامل ازاي؟ النظام عندي نظام ل 12 يوم، وفي عندي نظام ل 24 يوم، وفي عندي نظام تالت اللي هو نظام 3 يونت في الاسبوع. نبدا بنظام 12 يوم. نظام 12 يوم هناخد لنا كل يوم يونت، ده طبعا لحد مش مراقب الا الانجليزي وكويس في بقيه المواد، لان هو هيبقى ضغط قوي. يعني كل يوم هتاخد لك يونت بكلماتها بالجرامر بتاعها، وهتاخد لك حاجه من السكيلز انت تذاكرها بجانب اليونت، فهيبقى ضغط شويه. النظام اللي انا بفضله النظامين دول هم احسن نظامين. نظام ال 24 يوم ان انت تقسم اليونت على يومين، يوم كلمات ويوم جرامر. يوم الكلمات تاخد لك مثلا فيديو لعلامات الترقيم. يوم الجرامر تاخد لك مثلا فيديو للمقالي، هكذا. تمام.
القطعة بقى مثلا انا سمعت اول يوم فيديو للقطعة، تاني يوم اشوف فيديو حل، بعد كده كل يوم احل على القطعة، احل قطعة من على اليوتيوب. وكذلك في ال24 يوم يبقى لازم يعني وانا ماشية مع النظام دوت احل قطعة. تمام تمام. طيب 3 يونت في الاسبوع، احنا بقينا شهر على الامتحانات، فانت ممكن تقسم ان انا عندي الاسبوع ده لازم اخلص فيه 3 يونت، بقى بالطول بالعرض تتصرف وتخلص ال3 يونت في الاسبوع ده. تمام تمام. طيب نحل ايه؟ عندنا نحل من كتاب المراجعة النهائية، احسن حاجة نحل من كتب المراجعة النهائية. عندنا يا اما كتاب الزتونة يا اما كتاب المعاصر، وبس كده، ده كان النظام. طيب نحفظ الكلمات ازاي ونسمع مين؟ انا هبدأ بنسمع مين. في عندنا مستر اسمه عمرو السبكي، عامل المراجعة النهائية مجانية تماما، وفي عندنا عامل شرح منهج كله، فيديو فيديو للترم الاول، فيديو للترم التاني. في عندنا مستر اسمه سامح الامير، عامل المراجعة النهائية مجانية تماما وفيها كل حاجة حتى السكيلز. وفي مستر اسمه ابراهيم فريد، عامل مراجعة نهائية مجانية تماما وفيها السكيلز برضو. تمام تمام. في برضو حاجات عشوائية تانية، يعني مثلا لو حد مثلا عنده مشكلة في الجرامر، في مستر انجليشاوي عامل الجرامر كله، كل المنهج في 12 ساعة بس، فانت هتقسم الفيديو براحتك بقى على كل يونت. واللي لو حد عنده مشكلة في السكيلز بس، ففي مثلا مستر شريف المصري عامل فيديو 4 ساعات السكيلز كلها. تمام تمام. فنقسم الفيديو براحتنا. والحاجات دي كلها انا هسيب لكم اسماء المدرسين واسماء مدرسين في السكيلز، كل حاجه في السكيلز، واسماء قنوات بتشرح القصه وكل حاجه. لو عرفت احطها في الوصف هسيبها لكم في الوصف، لو ما عرفتش فهتلاقوها اكيد اكيد على جروب التليجرام. واللي مش في جروب التليجرام فايته كتير جدا يا جماعه، بنعمل عليه سيشنات مذاكره وكل حاجه. واللي مش عارف يدخل الجروب ازاي هتلاقوه في روابط القناه، هتدوسوا على القناه هتلاقوا فيه حاجه اسمها روابط، روابط القناة ده هتلاقوا رابط جروب التليجرام. تمام. ولو مش عارفين فتقدروا تبحثوا على التليجرام، تبحثوا كده في البحث اكتبوا انا كما اريد، هتلاقوا القناة طالعه لكم على طول، ان هي انا عاملاها عامة. تمام. فلو بحثتوا هتلاقوها على طول. بس كده. بالنسبة بقى لحفظ الكلمات، اخر حاجة نتكلم فيها، في حاجة اسمها الفلاش كارد. الفلاش كاردز دي ان احنا مش عارفه المنطقه صح ولا غلط، ما علينا. فان احنا يعني بنحفظ الكلمات. انا عاملاها، يعني انا عامله على تطبيق اسمه انكي اندرويد. تمام. هكتب لكم اسم التطبيق علشان الناس، اسمه انكي. تمام. انكي اندرويد. التطبيق دوت هوريهولكوا برضو من على الموبايل. التطبيق ده بنعمل عليه حاجة اسمها فلاش كارد، تكتبوا الكلمة اهو ده شكل التطبيق. تمام. اسمه اهوت انكي اندرويد. تمام. ده للموبايلات الاندرويد. لو انا موبايلي مش اندرويد ففي تطبيق تاني اسمه كويزلت. التطبيقات ديت بتكتبوا عليها الكلمة، بس ده طبعا يعني هيحتاج وقت شويه، فعشان توفير الوقت انا مجهزه لتطبيق انكي بس بتوع الاندرويد. انا مش عارفه الايفون هيفتح معاهم ولا لا. انا مجهزه ملفات جاهزه فيها اليونت 1 مثلا، فهتفتحوها وتقعدوا بقى تذاكروا يونت 1 براحتكم. تمام تمام. بس كده. هتلاقوا الحاجات دي على جروب التليجرام، موضوع انكي وحفظ الكلمات والفلاش كارد والحاجات دي. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتدخلوا جروب التليجرام. وبالتوفيق لنا جميعا، وبالتوفيق يا رب. وبس كده.